في سنة 1945 في عز الحرب العالمية التانية كان في واحد اسمه توماس فاريل. توماس ده شاف حاجة قبل أي إنسان في التاريخ. هو كان واقف على بعد 10 كيلومتر من أول انفجار نووي في العالم. بعد الانفجار توماس وصف اللي حصل بجملة غريبة جدا. ما قالش شفت نار ولا قال شفت دمار، قال حرفيا شفت ناس واقفة جنبي، شفتهم بيتحولوا لعظام حرفيا، وبعدها اختفوا كأنهم بقوا أشباح. طب ازاي حاجة زي كده تحصل؟ ازاي النور نفسه ممكن يخلي الإنسان يختفي؟ الإجابة بسيطة ولكنها مرعبة. القنبلة النووية مش مجرد سلاح بيكبر حجم الانفجار، لا، دي حاجة مختلفة تماما. دي حاجة بتلعب بالقوانين الأساسية للكون. في الفيديو ده مش هقعد أقولك أرقام بس، هنفهم مع بعض ازاي حاجة صغيرة جدا أصغر من شعرة راسك ممكن تدمر مدينة كاملة. بص يا صديقي، خلينا نبدأ من الأول. انت عارف ايه هي الذرة؟ الذرة زي ما أستاذ العلوم قالك في المدرسة هي أصغر حاجة في الوجود، لكن ما قالكش إن الذرة دي بتكره نفسها، خصوصا نوع اسمه اليورانيوم. اليورانيوم ده عايش في حالة قلق دايم. ذرته مش مستقرة وكأنها واقفة على سطح عمارة وبتهتز. لو جيت انت دفعتها دفعة صغيرة هتقع. لما تقع مش هتقع بس، لا، هي هتنتج طاقة غريبة. هنا يجي دور الانشطار النووي. تخيل معايا كده زي الدومينو، وانت حاطط الدومينو قطعة ورا قطعة ورا قطعة. لو وقعت قطعة هتلاقي القطعة اللي بعدها بتقع وبتوقع اللي بعدها وهكذا. هو ده بالظبط الانفجار، خصوصا بقى لو عدد الدومينو ده عدد لا نهائي. في جزء من المليون من الثانية عندك تريليون قطعة واقفة. العدد بيزيد بسرعة مش طبيعية. العلماء بيسموا ده بسلسلة التفاعل، والناتج طاقة كانت محبوسة جوه الذرة من يوم ما الكون اتخلق فجأة بتخرج كلها في لحظة. الموضوع مش انفجار عادي، الموضوع انك فتحت باب الطاقة اللي مسكها ربنا في الذرة. طيب مين اللي جاب الفكرة المجنونة دي؟ الفكرة دي انك تاخد الطاقة اللي جوه الذرة وتطلقها في قنبلة. كان في عالم عبقري اسمه روبرت اوبنهايمر. اوبنهايمر ده كان شاطر بشكل مرعب، كان بيفهم الحاجات اللي محدش فاهمها، لكن في لحظة ما قرر يحول الفيزياء النظرية لسلاح حقيقي. في الصحراء جمع أعظم العقول في العالم. مشروع سري اسمه مشروع مانهاتن. كلهم كانوا عارفين انهم بيعملوا حاجة خطيرة، بس ما كانش حد عنده فكرة انها هتكون خطيرة للدرجة دي. لما انفجرت اول قنبلة في صحراء نيو مكسيكو، اوبنهايمر نفسه وقف يتفرج. اللي شافه خلاه يفتكر جملة من كتاب هندي قديم. الجملة دي كانت أنا الآن أصبحت الموت مدمر العالم. هو ما كانش بيفتخر، هو كان بيوصف اللي حس بيه. وبعد كام شهر من القنبلة دي اتجربت القنبلة على مدينة هيروشيما وناجازاكي. في لحظة واحدة 200 ألف إنسان اختفوا. مش ماتوا بس، اختفوا بالمعنى الحرفي، يعني اتحولوا لرماد. واللي عاش بعد الانفجار كان بيتمنى انه يموت، لان الجروح اللي سببها الاشعاع ما كانش ليها علاج. طب خلينا نتخيل السيناريو كده عشان نفهم القنبلة دي بتعمل ايه بالظبط. تخيل انك في مدينة وفجأة بدون اي انذار حصل انفجار نووي على بعد كيلومتر. هتشوف ايه؟ هتحس بايه؟ خلينا نمشي بالثواني. في اقل من ثانية هتشوف نور، مش نور عادي، نور ابيض ساطع. لو بصيت ليه هتفقد نظرك للأبد. وفي ناس في هيروشيما عيونهم انصهرت بسبب النور ده. بعد الثانية دي هتبدأ تشوف كرة نار درجة حرارتها بتوصل لمليون درجة مئوية. المليون درجة دي مش هتحسها، لأن أعصابك هتتبخر قبل ما المخ يستقبل إشارة. أي إنسان واقف في المنطقة دي جسمه هيتحول لبخار. بعد 10 ثواني هتيجي موجة، هنسميها هنا الموجة الصدمة. الصوت اللي هتسمعه مش صوت عادي زي أي انفجار، لا، هتسمع صوت زئير أسد عملاق بس أضعاف أضعاف. الموجة دي هتسحق المباني الخرسانية زي ما بتسحق علبة البيبسي الفاضية. ولو كنت واقف هتطير لمسافة بعيدة ورئتك هتنهار انهيار تام. خلينا نقول ان انت لو كنت بعيد عن الانفجار وعشت وعدى يوم، هنا الخطر الحقيقي يبدأ. الإشعاع فيه جزيئات صغيرة جدا مش شايفينها بتنزل من السماء زي المطر. الجزيئات دي بتدخل جسمك من خلال النفس ومن خلال الجلد بتاعك، وبتدخل تدمر الدي ان ايه بتاعك. التسمم الإشعاعي هو موت بالبطيء.
بتبدأ تحس إنك تعبان، شعرك بيقع، بشرتك بتتقشر، كل يوم جسمك بيسلم نفسه بالتدريج لحد ما تموت. الجزء المرعب إنك تكون عارف إنك هتموت ولكن مش عارف إمتى. طب أنت دلوقتي عارف القنبلة الواحدة بتعمل إيه؟ تخيل معايا لو مش قنبلة واحدة، لو مئات القنابل ولا آلاف القنابل اتضربت في نفس الوقت. العلماء درسوا السيناريو ده وسموه الشتاء النووي. الفكرة إن القنابل لما بتتضرب المدن بتولع، حرائق ضخمة بتحصل، الدخان الأسود بيطلع للسماء، مش بس بيروح، لأ ده بيوصل لطبقات عليا من الجو. الدخان هنا بيحجب الشمس، مش ليوم ولا لأسبوع، لأ لسنين. الإنسان بيبدأ ياكل أي حاجة عشان يعيش. الشتاء النووي مش مجرد إنه بيقتل الناس من الانفجار من القنبلة، بيقتل المتبقي من البشرية من البرد والحروب اللي هتحصل على لقمة العيش. في السيناريو الأسود ده مش بس مدن هتختفي، البشرية نفسها ممكن تروح في داهية. طرق النجاة، طبعا أنا بعد ما حكيت لك كل ده هتقولي نجاة إيه بعد اللي أنت بتقوله ده؟ خلينا نتكلم بجد شوية وبشكل علمي. لو حتى 1% إن أنت تفضل عايش، فإحنا هنسلك الطريق ده، طريق 1% أو طريق النجاة. أول حاجة، لو أنت مش هتبقى في النطاق اللي هيحصل فيه الانفجار القنبلة النووية، أو أنت كنت من الناس اللي نجت بعد الانفجار، دي قواعد بسيطة ممكن تنقذ حياتك. لو شفت وميض أبيض ساطع، طبعا ما تبصش ليه وخلي وشك في الأرض وغمض عينك. العمى هيكون أسوأ حاجة لو أنت كملت الحياة. بعد الوميض ده لو لسه واقف على رجلك، طبعا هتروح لأقرب مكان خرساني، وطبعا كل ما تنزل تحت الأرض كل ما زادت فرصتك في النجاة من الإشعاع. طبعا ما تخرجش من المكان ده لمدة 48 ساعة. وطبعا قبل أي حاجة لازم تكون مغير كل هدومك اللي دخلت فيه المأوى ده. النجاة مش مستحيلة، بس محتاجة إنك تكون واعي. أغلب الناس هتموت مش عشان القنبلة لكن عشان الهلع. القنبلة النووية مش مجرد قطعة حديد في متحف، لا احنا لسه عايشين في عالم فيه أكتر من 12 ألف قنبلة نووية. العدد ده عدد كافي إنه يدمر الكوكب 10 مرات. السؤال الحقيقي مش هل القنبلة هتتضرب، السؤال الحقيقي هنا إن احنا كبشر وصلنا لمرحلة إننا نقدر ندمر نفسنا بنفسنا. بس هل وصلنا لمرحلة إننا نمنع نفسنا من إننا نعمل كده؟ اوبنهايمر اللي عمل القنبلة بعد ما شاف الانفجارات دي قال جملة مشهورة لأحد الرؤساء الأمريكان. الرئيس الأمريكي ساعتها قال له إحساسك إيه بعد ما شفت القنبلة دي؟ اوبنهايمر قال له كلمة واحدة بس، قال له إن أنا مدمر العوالم. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان أي فيديو جديد تكون أنت من أول المشاهدين.